في الحارس أيمن دحمان. المباراة الخامسة ليه أو السادسة ليه في التصفيات دون قبول أهداف. التصفيات انتهى البشير بن سعيد في 4 مباريات دون قبول أهداف، ويكمل فيها أيمن دحمان دون قبول أهداف. رقم ممتاز وممتاز جدا لمنتخب تونس والكوت ديفوار لحد الآن 2 المنتخبات الوحيدة في تصفيات أفريقيا ما قبلوش أهداف. رقم سابق يعني لمنتخب أكمل التصفيات دون قبول أهداف، يعود إلى تصفيات مونديال. أو قبل ذلك تبعد المحاولة المنتخب الوطني التونسي كرة داخل منطقة الجزاء، ولا محاولة قلت المنتخب التونسي، قلت رقم سابق. منتخب كوريا الجنوبية تأهل إلى مونديال إيطاليا 90 دون أن تستقبل شباكه أي هدف في التصفيات. يعني المنتخب التونسي تفشلوا تقريبا أقل من 90 دقيقة حتى يواصل الطالب بلاعب لوريون الفرنسي، وهذا علي العابدي لاعب نيس كذلك علي العابدي. طبعا 8 مباريات شارك فيه، وهذا حازم والياس سعد. الياس سعد التوزيع لحازم المستوري بالراس الجانبيه. الياس سعد قلت المباراه السابقه سداسيه تونس في سباق المنتخب ساو تومي، سجل الثنائيه الحلول الهجوميه اصل ملحق بعد القرار اللي اخذاه الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي اعلن انه سحب النقاط من افضل الفرق الثواني اللي لعبت مع اصحاب المراكز الاخيره في مجموعاتها. بيبي في 7 دقائق لعب 0 مقابل 0، قاعد يحاول. وكره هذه لديون هوتو لدينامو فريدريك. ينطلق دينامو فريدريك البحث على رقم 18. فرصه هدف. لا فرصة خطيرة وارتباك في دفاع منتخب تونس. القائد بيتر شالولي للكرة الأخيرة. فما في هذه المباراة خاصة الأمور الدفاعية. هذه كرة لحنب على المجبري، انطلق المجبري، التمرير لحازم المستوري، كرة للمستوري، التوزيع تعود الكرة للمنتخب الناميبي. لازم الضغط المنتخب التونسي، لازم في مونديال قلت في الأرجنتين مونديال كبير وكبير جدا وأداء أكثر من رائع يعني وجيل ممتاز جدا. وهذه كرة لعيسى العيدوني ما توصلوش في تصفيات كأس العالم 98 بوفاة المرحوم الهادي بالرخيصة، وتأهل تونس. بعدها تونس تأهلت المونديال 2002 كوريا أمام منتخب فرنسا. طبعا طول هذه كرة محاولة المنتخب التونسي وفرصة أولى من سيباستيان توناكتي، كاد يسجل أولى أهدافه مع المنتخب التونسي. طبعا قلت مونديال قطر 22 وفوز تاريخي على منتخب فرنسا بقيادة المدرب جلال القادري. هذه هي يعني وضعية المنتخب التونسي. لكن الحلم اللي ينتظره الجمهور التونسي أنه لا للمشاركة خلاص نسخة 7، الخبرة موجودة، خبرة وثقافة المونديال موجودة، الطموح أكبر أن المرور إلى الدور الثاني، وهذا مطمح ومطلب الجماهير الكرة التونسية. نعرف الجمهور التونسي عشاق، الجمهور التونسي لا يرله كما قلت يعني المنتخب التونسي. وهذه كرة لحنب على المجبري وهدف ولا هدف أو لا. ماذا يقول عيسى السي في الكرة والمحاولة الأولى للمنتخب التونسي؟ يقول خطأ الحارس اندي زيرو. الحارس يطمح حتى في بطاقة صفراء. يعني المحاولات الأولى أول فرصة خطيرة. شوف الانطلاق حنب على المجبري، كرة حنب على المجبري والضغط من الياس سعد. الحكم اعتبرها مخالفة، الحكم اعتبر مخالفة. المنتخب التونسي يبحث منذ البداية أنه يسجل الأهداف. طالبي كرة أولى لسيباستيان توناكتي، أول ظهور ليه أساسي مع المنتخب، لكن هذه المشاركة الثالثة ما كانش يلعب دقائق كثيرة. هذا هو سيباستيان توناكتي سالتيغ الاسكتلندي أصدق. عيسى العيدوني، التمرير لفرجاني سيسي، بدل الكرة لرقم 20 يان فاليري، التوزيع من يان فاليري، رأسية ممتازة جدا، رأسية علي العابدي ممتازة جدا، ممتاز التوزيع من يان فاليري وبالراس علي العابدي. شوف التوزيع بالمليمتر من يان فاليري، شوف قبلها فرجاني ليان فاليري، التوزيع والرأسية علي العابدي
فوق مرمى الحارس دي زيرو، حارس منتخب تونس، لكن هو خسر عدد النقاط في اخر 3 جولات، كان تلقى 3 خسائر خلت منتخب تونس يضمن. نصر طالبي ورقم 7 ديان هوتو. ديان هوتو يرفع الكرة ولا تخرج في بطولة افريقيا، كان على حساب منتخب تونس في كان 23 بالكوت ديفوار، وهذا حازم التصويب ومحاولة جديدة للمنتخب التونسي من علي العابدي. التصويب من علي العابدي والكرة جانبية. هاي اللقطة فرصة أخرى للمنتخب التونسي لأنه حازم المستور كان يتلف الكرة. شوف الإشارة لما يعني جات اللقطة، شوف اللقطة حازم الاستوائية تواجه ليبيريا والساو تومي يواجه الملاوي. كرة من ديون هوتو، توزيع دخل منطقة الجزاء وتدخل من الدفاع، يرجع لمحور الدفاع أموتينيا تمرير كرة للمنتخب الناميبي. التصويب خطير جدا هذا ديون هوتو، لازم عيسى العيدوني تمرير الياس سعد 1-2 1-2 ممتاز جدا. الياس سعد الوان تو بينه وبين حازم المستوري، ضربة جزاء للمنتخب التونسي السنغالي عيسى السي. شوف اللقطة الياس سعد بعدها حنبال المجبري، التدخل من المدافع شار الهامبيرا امام حنبال المجبري وركلة جزاء لمنتخب تونس. شوف اللقطة، شوف الإعادة، التدخل باليد واضح من شار الهامبيرا وركلة جزاء لمنتخب تونس، هي الرابعة في التصفيات ركلة جزاء لمنتخب تونس في هذه الفترة الأولى. ننتظر التنفيذ من علي العابدي لاعب نيس الفرنسي، يتقدم علي العابدي، التسويق والهدف الأول للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي يفتتح النتيجة في الدقيقة 27 عن طريق المدافع علي العابدي من ركلة جزاء. هدف أول لمنتخب تونس والهدف رقم 20 لحد الآن في التصفيات. 1-0 صارت النتيجة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، منتخب تونس يفتتح النتيجة عن طريق ركلة جزاء. اللقطة اللي عاد الحارس في مكان والكرة في مكان، بخبرة التجربة الكبيرة في الدوريات الأوروبية وكذلك في الدوري التونسي. علي العابدي الظهير الأيسر والمدافع الأيسر منتخب تونس يفتتح النتيجة 1-0. النتيجة لحد الآن لمنتخب تونس أمام منتخب ناميبيا، وبالتالي المنتخب التونسي سجل في شباك كل منافسيه تقريبا. طبعا قبل هذا الهدف ارتاج المنتخب التونسي المتأهل للمونديال، وهذه توزيعة وتدخل من ديلان برون في المرحلة الأولى. ما زالت الخطورة والتصويب وأيمن كرة المنتخب الناميبي أنوتينيا حاول يوزع الضغط الدفاعية من المنتخب التونسي. في وسط الصورة أكيد حنبال أعظم القادة في تاريخ العسكري، ولادته كانت في قرطاج في تونس. تبعوا قبل هذا في القرن الثالث قبل 2011 تلك الفترة، ولقب كان لمنتخب تونس محلي بقيادة سامي التربلسي، لكن لقب بطولة افريقيا 2004 اللقب الوحيد. راح متغيرات عديدة في السنوات الأخيرة خاصة من الناحية التدريبية. هذا نتابعوا اللاعب سيباستيان توناكتي، ينطلق سيباستيان توناكتي يغير مركزه، وليس سعد يمشي على الجهة اليسرى الهجوم، وليس سعد على اليمين. هذه فنيات حنبال، يلا حنبال، ماذا يقول الحكم؟ فنيات حنبال تأتي بكرة ثابتة وإنذار لكاتوا. شاهدنا المهارات، يستعرض حنبال، كان في المدارج القائد الأعظم القائد العسكري، وحنبال على المستطيل الأخضر في ملعب رادس يستعرض فنياته. الياس سعد في تنفيذ الكرة ثابتة، التنفيذ المباشر. الله 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 على كرة الياس سعد، يحولها الحارس دي زيرو إلى ركنية بنفس الطريقة نفذ لما سجل أمام ليبيريا. شوف النظرة، ينظر الياس سعد للزاوية 90 ويسدد الكرة نتاعه، ولكن متفطن دي زيرو
مخالفة. التوزيع كرة داخل منطقة الجزاء ورأسية والحارس دحمان مرة أولى مرة ثانية ولا تسلل. يتصدى الحارس دحمان لكن قبلها كان التسلل. الحارس دحمان في مباراة أمام منتخب الملاوي في الجولة السادسة لما منتخب تونس متقدم فيه 2-0 كان تصدى لركلة جزاء في الدقيقة في الوقت البديل دقيقة 90 في الوقت البديل خلى شباكه نظيفة إلى حدود هذه الجولة العاشرة تقريبا باقي شوط وبضعة دقائق لتحقيق هذا الرقم و4 كرات خطيرة. كانت يعني مباراة بطولية نجم المباراة في تلك الجولة السابعة. أيضا تقريبا 4 مدربين في أقل من سنتين 4 مدربين تداولوا على تدريب منتخب تونس وهذه التصويبة وكالعادة دحمان يتصدى لمحاولة. كالعادة دحمان جاهز لكل التصويبات وكل التسديدات من خارج المنطقة للمنتخب الناميبي. حول الكرة إلى الركنية. بلسي اللاعب الدولي السابق والمدرب يعرف خبير بأجواء المنتخب التونسي. حد الآن 21 منتخب ضمنه. قبل هذا نتبع الكرة والمحاولة المنتخب التونسي. العالم ستكون يوم 5 ديسمبر القادم وهذه كرة وهذه محاولة علي العابدي. التوزيع التصويب الياس الصخيري أول محاولة في الشوط الثاني والياس الصخيري. الياس الصخيري فرصة من الياس الصخيري في اللقطة الأخيرة. طبعا هذه عكس الهجمة. نعيم السليتي ينطلق ممتاز جدا. تمرير حازم المستوري داخل منطقة الجزاء ولا محاولة. فرصة للمنتخب تونس لكن المستوري الجانبية. ديون هوتو تنفيذ الكرة الثابتة للمنتخب الناميبي. ديون هوتو أمامكم التنفيذ المباشر والكرة في شهر نوفمبر هحكيكم عليها بعد قليل. هذا علي العابدي. تبعوا علي العابدي التوزيع ولا الدفاع. والمباريات ستكون في المغرب. المباريات ستكون في المغرب وأحكيكم بعد قليل على النظام الملحق الأفريقي المؤهل إلى الملحق العالمي. وهذه حنبع على المجبر. التوزيع وجول. كرة جول. هدف ثاني لمنتخب تونس. المنتخب التونسي يسجل الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني. هدف ثاني لمنتخب تونس. هذه اللقطة نتابع من الهدف. حنبع على المجبري. التوزيع الكرة هل لمست الفرجاني ساسي أم لا؟ سنتابع. الكرة لم تلمس الفرجاني ساسي. الهدف احتسب للفرجاني ساسي. وهذه عكس الهجمة. حذاري المنتخب الناميبي ولا مدافع يان فاليري في التغطية أمام اللاعب ديون هوتو. فرجاني ساسي هو صاحب الهدف احتساب الهدف. قلت للفرجاني أصحاب المراكز الثانية بالنسبة للمنتخبات الأفريقية. وهذه هجمة للمنتخب الناميبي الملحق الأفريقي. بعد الملحق الأفريقي المتأهل من الملحق الأفريقي سيلعب الملحق العالمي في نحو انتصار 9 منتخب تونس. بل ذلك تبع هذه الكرة. يا الله صمام الأمان لاعب أصفاقسي التونسي محافظ على نظافة شباك منتخب تونس. وهذه تسلل فرصة خطيرة. طبعا المنتخب التونسي خلاص الاطمئنان على حراسة المرمى. الاطمئنان تماس من علي العابدي وتدخل من الدفاع. ليس صخيرة في الاستقبال ممتاز. ترجع من جديد لمنتصر الطالبي لديلان برون. يرفع كورة من الفرجاني الساسي ونعيم السليتي في المتابعة. ما زالت الكورة. التسويق جول. الفرجاني ساسي ثلث النتيجة. لمنتخب تونس. الهدف الثالث من طريق القائد فرجاني ساسي.
ثالث اهداف مع منتخب تونس في التصفيات. شوف نعيم السليت، الاصرار والمتابعه، بوم بالساقه اليمنى، اغاره الحارس اندي زيرو. فرجاني ساسي يسجل الهدف الثالث للمنتخب التونسي امام المنتخب الناميبي وغيرها. طبعا مونديال الارجنتين لن ننسى النيلي، ابداعاته امام المانيا وامام بولونيا، كذلك 98 الشكر الواعر والابداعات. نذكر جيدا